مساء الخير عايدة، شلونك؟ مساء النور، يا هلا فيك دانا. عايدة تعرفينا شوي عن نفسك وعن مشروعك؟ المهندسة عايدة الرشيد. دراستي طبعا هندسة كيميائية من جامعة الكويت. مثل ما قلت لك طبعا، تحت الهواء أنا علمية الخلفية، ولكن إعلامية الهواء. أحاول أني أسوي أنشطة وأدرس أشياء مرتبطة في الإعلام شوية. فعندي دبلوم إعلام وعلاقات عامة، عندي دبلوم مدرب محترف، وعندي أيضا دبلوم لايف كوتش، هذه مؤخرا خذيتها. واحاول هالشهادات هذه تنفعني في مشروعي اللي هو كان بجلو لتنظيم الفعاليات النسائيه. انزين عايدة، شلون جت لك فكرة المشروع؟ جت لي فكره المشروع لما تطلين هني راح تعرفين شنو الفكره. ما شاء الله عدد النساء كبير. ملينا من الرتابه في المجتمع الكويتي، في رتابه، في روتين، في اعاده للحياه. بسنا كافيهات، بسنا طلعات. ما شاء الله الكويتي مطلع مسافر شاف الدنيا. فنحاول أنا من خلال هالمشروع هذا أجمع النساء بنشاط اجتماعي يجمعهم بالحب. تبرزين طاقاتهم، ممكن طاقاتهم توجهيهم للمكان أوجه، الصح. مو أوجههم، يعني نقدم أنشطة، منها طبعا الأنشطة هذه دورات تدريبية، في ورش عمل، في رحلات داخل وخارج الكويت. المهم ان احنا نجمع النساء بنشاط يكون مفيد لهم ويرفع جودة الحياة للمرأة نفسيا واجتماعيا. وحقيقة الهدف الأسمى لمشروعي هو المشاركة، مبدأ المشاركة اللي نحن نسمع فيه والكل يعني يدعو له ولكن ما يسويه. نشارك في عملية التنمية وتفعيل دور المرأة في المجتمع إن شاء الله. عايدة، شنو العقبات اللي واجهتك في المشروع؟ العقبات اللي واجهناها مثل أي مشروع صغير آخر، أكيد رقم واحد في الدرجة الأولى اللي هي التمويل. لكن علشان نتكلم بشكل تفصيلي، هو في عقبات اجتماعية وفي عقبات اقتصادية. العقبات الاجتماعية هي لما تقدمين نشاط جديد في المجتمع، أكيد راح يكون في مثل مقاومة لهالتغيير. الاختلاف دائما الناس تخاف منه. فأكيد لما يتقبل الناس هذا المشروع، راح نصبر وايد على ما يتقبلون فكرة تجمع النساء سواء كان داخل أو خارج الكويت. بالنسبة للأشياء الاقتصادية طبعا أكيد صعوبة استخراج الرخص التجارية، صعوبة التمويل، أيضا الدورة المستندية الطويلة اللي يعاني منها أكثر الشباب. ورقم 4 وفعلا هي يعني يمكن أسمى أو أكبر عقبة اللي هي التفرغ. وجود شرط التفرغ للشاب اللي يكون عنده مشروع صغير. يعني ما تلاقين الدعم الكافي من الناس اللي يساهمون بالمشاريع، ما تلاقين الدعم اللي يوصل طموحك او مشروعك للاعلى ويبرزه، صح؟ طبعا انا هذا الجزء هو خلينا نقول واجب القطاع الخاص للمشروعات الصغيره. نلاقي ان انا نفسي تقدمت بفكرتي للكثير من الشركات، كلهم يقولون فكرة جميلة وفكرة رائعة، بعد يوم يومين يرفضون المساندة. للأسف المسؤولية الاجتماعية عندهم مرتبط باسم معين، بتوجه معين، يشوفون منو راعي النشاط هذا. احنا ما نبي راعي، احنا نبي نشتغل، نبي نستانس، نبي نقدم نشاط مفيد للمجتمع بدون أي اسم، بدون أي شخصية. زين عايدة، شنو مشاريعك المستقبلية؟ رسمنا الكثير من المشاريع إن شاء الله خلال هذه السنة، منها رياضية ومنها اجتماعية. أقرب مناسبة راح تكون 30/3، هو يوم تدريبي كامل اسمه سيكرت اوف لايف. جمعنا فيه مجموعة من المدربين، راح يكون في فندق ريجنسي إن شاء الله. هذه إحدى الأنشطة الجاية في مثلا بطولة كرة الشاطئ للنساء. عندنا رحلات حدائق مختلفة. عندنا إن شاء الله في خلال الصيف راح نسوي رحلة خارج الكويت لتخسيس الوزن، سميتها ذا بيجست لوزر، ونفس البرنامج. أوكي، ويعني هذه الأمنيات وهذه الأشياء اللي نرسمها اللي نسويها إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. زين عايدة، ايش رايك بالقرية ومشاركتك فيها، الإقبال الناس كلمينا شوي. براود تو بي كويتي من 6 سنوات، هو كان حلمي أن أشارك في براود تو بي كويتي. وطبعا مثل ما قلت لك يعني أنا كويتية، يمكن هذا مكاني الصحيح لأني كويتية وأفتخر بهالشيء، فلازم أشارك في هذا المعرض اللي أنا يمكن أظلمه إذا قلت له معرض. كويتي وافتخر بدأ يصير مشروع وطني كامل متكامل، كلنا نأمل أنه هو يستمر ويستمر الدعم فيه. ولكن القرية التراثية طبعا أنا شهادتي مجروحة فيها، لأن فعلا الإبداع تشوفينه في كل زاوية وفي كل مكان.
وكلهم من بسواعد وطنية، شباب كويتي طموح يأمل لتحقيق التغيير، ويأمل أنه يرسم الفرحة على وجوه الأطفال. يعني أنا كفاية تشوفين الناس هذيل جمعهم أسرة كاملة من اليد إلى الطفل، هذا بروحه نجاح لكم صراحة. اوكي، مشكورة وايد عايدة على مشاركتك معنا في الحلقة وعلى وقتك، وإن شاء الله يا رب للأعلى والأعلى. مشاهدينا، في ختام حلقتنا كانت معاكم ضيفتنا المهندسة عايدة الرشيد. نشوفكم في حلقات جاية إن شاء الله.